ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فيديو عن الحي 20 21 22. لو شفت على الخريطة اهوت مداخلهم، شايفين 20 21 22 في تحتهم 19، يبقى 20 و 19 هم اللي واخدين على الطريق، وال 18 وال 17 لحد ال 17 لو شايفين دول على الطريق، وال 20 21 22 21 22 23 24 25 برضو دول اللي ورا، بس الاتنين ال 25 وال 17 برضو جايين على الطريق اهوت. الاحمر ده والاخضر كان الطريق دوت اهو زي ما انتم شايفين كده. دخلنا بقى، انا كده في ظهر ال 16 وال 15، وانا دخلت كده على الحي ال 20 مجاور ال 25، المجاورة الخامسة الحي ال 20. دي المجاورة الخامسة الحي ال 20. شايفين الطرق؟ انا مصوره الفيديو ده من شهر، ما كانوش لسه الطرق، ما كنتش عارفه ادخل. دلوقتي دخلت الطرق دي اهيت، لو خدتوا بالكم كده. هنقول الاسعار وهنقول ال 21 وهنشوف عشان الناس طلبوا مني هنشوف ال 21 وصلت لفين وال 22، عشان الناس عماله تقول انت مش صورت لنا ال 21، انت جايبه لنا ال 20، عايزين ال 21 22. هوريكم انها لسه صحرا جوه، بس اللي عملوه الطرق ان احنا عرفنا ندخل جوه، ان انا عرفت ادخل الطريق من جوه. شايفين انا بلف قد ايه؟ انا دخلت وطلعت ودخلت وطلعت. على فكره انت هتشوفوني ده كله انا في 16 اهو. انا كنت على الطريق الرئيسي ودخلت طريق تاني طلع اتقفل اللي انا كنت بدخله الاول، او لقيت الطريق دوت بدأ يشتغل وممكن ادخل منه، فلفيت انا اهوت عشان ادخل من هنا اهو. شفتوا انتوا؟ خدتوا بالكم الدنيا هنا عامله ازاي؟ عايزه اقول الناس اللي عندها قطع اراضي بجد حرام تبيعوا دلوقتي. طبعا حي ال 20 21 22 في قطع اراضي فيها لسه قسط، وفي قطع عليها لسه قسطين. ال 20 وال 21 فيهم اسكان اجتماعي. ال 20 اراضي مميزه، ال 21 تهيألي 209 وهيبقى في 276. لكن ال 22 اللي انا متأكدة منه قوي ان هو المجاورة واحد ومجاورة تلاتة واربعة 276، ومجاورة اتنين 209 بس. ده في ال 22 فيها اراضي فيها قسط، وفيها اراضي لسه فيها قسطين. انا دخلت جوه اهو زي ما انتم شايفين الطرق اهوت. دخلت ده كله ال 20 بقى، يعني اللي ورا ده كان المدخل المجاورة من اول ورا شويه كده، ده ال 20 ده كله المميز بتاع 20. بصوا خدوا بالكم العواميد دي، شايفين الطريق اللي هناك اللي على ايد اليمين الطوالي ده كده؟ شايفين العواميد بقى اللي على ايد اليمين اللي هناك دي بتودي حي الاندلس؟ متخيلين؟ شقوا طريق هنا مودي حي الاندلس. طبعا انا ما ينفعش ادخل، يعني الناس اللي بتلومني وعماله تقول احنا عايزينك تدخلوا جوه تشوفي لنا الدنيا فيها ايه، ما هو ما ينفعش ادخل جوه كده، يعني الدنيا لسه مش امان. يعني عايزه اقول لكم والله انا دخلت هنا وقفت شويه مع الناس جوه، بقيت خايفه، بقيت واقفه انا وحماده خايفين لاي ظرف، خايفين عرب وناس عمال غلابه فاهمين، مش تضمنوا واحد يثبتنا حاجه، هات اللي معاك هم برضو غلابه برضو، بس الواحد ما يضمنش. فعشان الناس بتقعد تقول لي انت بتدخلوش جوه ليه؟ يعني كل عواميد من دي، كل عواميد راحه في مكان عاملين دوت. اهو شايفين عواميد اللي على اليمين هناك دي كلها، دي راحه الاندلس كده. انا داخله على 20، ده اللي انا فيه الجزء ده كله ال 20، ده كله ال 20. طبعا في طريق ال 21 وبعد هوريهولكوا دلوقتي في الفيديو، بس انا مرضتش ادخل فيه جوه. الاول اهم حاجه ما تسمعوش ليا دقيقتين زي ما قلت قبل كده في 100 فيديو، بالله عليكم اقل حاجه 4 دقايق في الفيديو عشان ما توقعوش مده المشاهده بتاعه الفيديو. كمان حطوا لايك، اللايك مش هيضركم في حاجه، بيرفع لي الفيديو. اعملوا شير عشان اكبر عدد يستفاد زيي وزيكم. اشتركوا في القناه عشان مش هنكبر الا مع بعض. ده اسكان ال 20. انا سالت هناك قالوا ده اسكان 20. كان واحد كتب لي كومنت قال لي انت بتضللي الناس حضرتك، الاسكان ده بيتاخد من صندوق مش عارفه ايه النقد كده، نقد ايه وصندوق ايه؟ الاسكانات دي كلها كانت تبع الجهاز بتاع العاشر من رمضان. كل واحد عنده كلمتين بيدخل يفتيلي، يعني بص الاقي واحد بس من مليون واحد او من 100 تعليق داخل يقول لي انت ده، يقول لي معلوماتي، يقول لي انت معلوماتك غلط. حضرتك انا معلوماتي غلط؟ افتح انت القناه وهات المعلومات الصح. يعني في فيديوهات بيبقى يسقط مني حاجات واقول كلمه مثلا دي فيها مثلا 209 او دي فيها اسكان وهي ما تبقاش فيها اسكان، ده اخري عشان فيديوهات كبيره والدنيا واسعه والعشر كبيره وببقى مصوره الفيديو بقالي مده فما بنهضش. بصوا بقى اللي في ظهري ده الاسكان، اللي في وشي هناك دوت ال 21 ده اسكان 21. الناس اللي بتقعد تقول ال 21 فين؟ ال 21 ورا المباني اللي هناك دي ليها طرق، عملوا طرق زي دي وبتمشوا عليها زي الرمله دي ومهيئه، وفي عمال كانت داخله، بس انا عمري ما هدخل جوه. يبقى ال 21 فين؟ ورا. وبعد ال 21 ال 22. بيتهيألي كده انتوا شفتوا كل الحاجات دي على الخريطه قبل ما ندخل المجاورات، قبل ما ندخل الاحياء دي، صح ولا انا غلطانه؟ فانتوا شفت لكم، جبت لكم الخريطه اتفرجتوا، يبقى ورا ده كده ال 21. شايفين اسكان ال 21 هناك اهو. واحد كاتب لي كومنت قال لي ايه، بيقول لي نماذج مقرفه وتشطيب مقرف واشكال للنماذج وحشه جدا، وعمال يشتم. يعني والله حاجه حلوه قوي، انا شايف ايه اللي وحش في ده؟ شكله حلو. إيه هيعملوا لنا ايه اكتر من كده؟ اسكان اجتماعي يعني هيخلوا شكله ايه؟
شايفه الشكل حلو والشكل العام حلو اهو. ده ال 21 قربت لكم عليه ده كله، شايفين ده اسكان ال 21. بصوا همشي على طول كده، ده اهي دي فتح، شايفين العربيه الحمراء دي داخله ال 21 اهو. الناس اللي بتدور على ارضها 21 22، بس انا طبعا لا ينفع ادخل جوه ولا هدخل جوه. طالعه كده اهوت، بادئه اهوت. دي فتحه تانية ل 21 اهيت على ايد اليمين. كل ايد اليمين ده رايح ل 21 و 22، كله عربيات وعمال، والدنيا هناك شغاله خالص. الدنيا هناك شغاله خالص، يعني الدنيا ما شاء الله. شايفين ده طريق انا ماشيه عليه، وفي طريق تاني اهوت. اللي على الشمال رايح للاندلس، اللي على اليمين داخل على ال 21 وال 22 وال 18 وال 19، الطريق اللي كان فات ده. شايفين طرق كتير، كل طريق مودي المكان، كل طريق مودي المجاوره. على فكره الطرق دي برضو في طريق داخل على ال 34 وال 35 وال 36، داخل على مزارع الجيش، بس مش عارفه اقاسم انهي مجاوره. يعني ده حاجه حلوه قوي، حاجه حلوه قوي قوي كمان. طيب الاسعار زي ما قلت لكم، في اسعار هناك ب 600 وب 700 وب 800 وبمليون في وش الاسكان، تبع كل قطعه ومكانها فين. محدش يقول لي طب والنبي سعر لي هنا، انا ما بسعرش. انا بعرف مثلا المكتب عنده قطعتين كذا في المجاوره 22 او 21 او 20، بيبدا يبيع بيقول لي ففاضل، يعني اللي بيبيع طالب كذا. انا طالعه اهوت خالص اهوت. شايفين العرب هنا بداوا، ده من اول ال 20 اهو. هنا بتاع العرب بدأ يحط يعمل يعني ما عادش هيبقى الا في دخله واحده بس وطالعه للمجاورات دي جوه، عشان هيبدأ بقى في شغل والناس هتبدأ تبني. فهم بياخدوا يعني بياخدوا منكم مبالغ ويحرسوا لكم حاجتكم، والرمل والزلط وبيدخل تبعكم. يعني في ناس هتبدأ كام شهر، يعني في ناس هتبدأ تستلم ارضها خلاص، هو اخر قسط لها، وفي ناس لسه قسطين يعني هتبدأ تبني. ده طريق تاني اهوت. عايزه اقول انا طالعه كده بقى هنا. طب انت رايحه فين كده؟ طالعه من المجاورات اهو من ورا. شايفين الطريق ده الطبانه اهوت، المكان لسه، وانا طالعه على اسكان ال 16 في وشه كله اهو، وال 15 بعد هناك اهو. هوريكم دلوقتي، همشي على الطريق، اتفرجوا على الفيديو كويس علشان هنطلع بره. شايفين الشغل؟ عايزه اقول المستقبل كله هنا، عشان كان في ناس عماله تغلي في ال 28 29. ال 28 29 هيموتوا ليه؟ لان كان الكل مفكر، الكل كان بيشتري وملهوف على 28 29، عشان الجامعه الاهليه بتاعت الزقازيق. الجامعه الاهليه بتاعت الزقازيق فتحت عند هايبر، يبقى خلاص كده ما عادش في جامعات اهليه في ال 28 29. هيبقوا لوحدهم، يعني متطوحين بره العاشر من رمضان، هيبقى لهم مدخلهم بس اللي هو من بره بره وخلاص على كده. ودي 28 29 وقفلنا وشكرا على كده. شايفين كل طرق ال 19 جوه، انا صورتها كانت جوه بس مش هتاخدوا بالكم منها في التصوير، في الصحراء جوه، بس هي برضو على الطريق، وانا ماشيه هتشوفوها دلوقتي على الطريق اقول لكم فين. اهو زي ما انتم شايفين كده طالعه خالص اهو، في وشي بقى الاسكان. يعني الاحياء دي حلوه قوي، في وشكم اسكان ال 16 وال 15، انتوا في نص البلد. كمان لما الطريق يطلع ده كده، انا دخلت من طريق تاني جوه المجاوره اهوت. شايفين ده طريق تاني دخلت منه اهوت، زي ما انتم شايفين كده داخله منه لل 20 21 22، ده كله مدخل ليهم اهو. ده طريق تاني اهو. بصراحه ما شاء الله ما شاء الله، الطرق هنا شغاله فل اليومين دول، الجهاز شغال يعني اللهم صل على النبي ما شاء الله. الارض هنا هتزيد بعد كده، في زياده هنا هيبقى طبعا القسط خلص، وفي ناس عليها قسطين هيدفع قسط هيفضل قسط، وفي ناس قسطها خلصت. الاسكان الاجتماعي ده هيبدا مش عارفه بقى ده كان طرح ولا لسه هيبقى طرح جديد، بس انا اعرف ان مفيش اسكان اجتماعي بيتعمل لما يكون طرحه نزل وناس قدمت عليه، فبيبقى داخل للبلد. فبيبداوا بقى يبداوا في الاسكان ده، عشان الناس بعد ما يخلص الناس هتبدا تستلم، لانهم قالوا لي هيبدا السلام. بصوا ده كده انا رايحه كده على 21 و 22، الطرق دي رايحه على 21 و 22. انا نزلت من العربيه بصور لكم اهوت عشان الناس اللي بتسال على مجاوراتها فين، بس انا ما ينفعش ادخل كده والدنيا هنا مقفوله. رجعت لفيت شارع يعني بصوا رجعت تاني. ده بقى اللي فيه الشمس ده 19، ده جوه هنا ال 20 وال 21 و 22. اللي ورايا في ظهري اللي فيه كان فيه الشمس 19، اللي هناك ده 19 اللي هو اللي ورا الجبال دي 19. لفينا ورجعنا تاني، والله فيلم. شايفين بتعب يعني. في ناس بتقول لي انت التصوير عادي بياخد مني ايه؟ بياخد مني ان انا بدخل المجاورات دي والاقيها مقفله، برجع الف واشوف مكان تاني ادخل منه. ده العمال كده. احنا بقى طالعين، هبدا اطلع كده، خليكم معايا عشان هو 19 انا وريتها لكم، هي كانت عند الشمس كده، وهوريها لكم من بره. هي على الخريطه انتوا شفتوها طبعا، على الخريطه عامله ازاي ما شاء الله. زي ما قلت لكم هنا اللي قطعه ارض هنا ما شاء الله، الدنيا هنا شغاله، الاراضي هنا هتزيد. انتوا جوه البلد عاملين طريق واصل لابو حماد من جوه المجاورات دي، واصل لابو حماد اسكان اجتماعي، الاسكان بتاع الاندلس هناك ورا هناك اهوت. شايفين بصوا العرب بدا يقفل اهوت. طيب لازمه العرب ايه وبيقفلوا؟ شايف عمال يقفل ازاي؟ ما عادش حد هيدخل هنا الا لما يكون عارف مين اللي داخل ومين اللي طالع، لان خلاص
يعني خلاص ما شاء الله ما عادش في ناس خلصت قسط اهوت، اخر شهر ادفع في شهر 11، وناس لسه اخر قسط السنه الجايه في شهر 11 الجاي. فالدنيا عاد حلوه قوي، الناس هتبدا تبني يعني من الصيف الجاي هتلاقوا الناس بدات تنزل رمل وتبدا تبني. فالعرب بيقفل بقى علشان السرقه، وانتوا لازم تدفعوا العرب. يعني في ناس كتير لها اراضي وما تعرفش الكلام ده، زي ما قلت لكم ما بتيجوا تبنوا بتدفعوا طبعا العرب، هو اللي بينزلوا لكم رمل واسمنته والحاجات دي بس، والزلط الحاجات بتجيبوه من بره، بس هو بقى بيحافظ لكم على الحاجه دي، بتدفعوا له مثلا حاجات بسيطه يعني، بس بيحرسوا لكم الحاجه. ده مش فيها عيب ولا اي حاجه. انا لما بنيت في ال 15 كنا احنا كمان كده وكنت بدفع. طلعت بره على الرئيس اهوت، ركزوا بقى كده عشان طلع على الرئيسي هوريكم احنا ماشيين كده ال 19 فين. لو خدت بالكم ال 20 وال 19 هم اللي كانوا على الطريق، ال 21 22 كانوا وراهم جوه. ال 19 عملوا له طريق هو كمان، بس انا ما كانش ينفع ادخل فيه لان الطريق دوت احلى من طريق 19. طريق ال 18 كان زي الطريق ده، ودخلته هصور لكم فيه، مصوره فيه 4 دقايق كده، بس ما قدرتش ادخل جوه قوي. يا رب اقدر افيدكم بالفيديوهات دي. عايزه اقول واحده متصله عايزه اشكرها من الفيديو من هنا، بتقول لي بجد انت وريتيني قطعتي في اللي هي قطعه في ال 25، عمري ما رحت هناك ولا شفتها في الفيديو بتاعك، كاني رحت الارض وكاني شفت المجاوره وكاني شفت الدنيا على الطبيعه. يعني عايزه اشكرك جدا على كلامك الجميل جدا. وعايزه اشكر برضو واحده تانية قالت لي يا بنتي ربنا والله العظيم يعني بصوا انا بحب قوي الناس اللي بصوا، انا قلت لكم انا ما بستفادش منكم حاجه، بس كفايه انتوا بتدعوا لي والله دعوه كويسه او بتستفادوا. ان انا وريتكم العاشر عامله ازاي. ده 19 اللي ورا بقى ده كله 19. شايفين الصحراء دي كلها 19 هيبقى لها طريق من هنا وفي لها طريق بس انا ما دخلتهوش، عاملين لها شق لها طريق كده في الجبل بس انا ما دخلتهوش. اللي عايز يشتري قطعه ارض، اللي عايز يبيع قطعه ارض يتواصل معايا، الرقم فوق في لمحه. يا رب اكون قدرت افيدكم ووريتكم العاشر عامله ازاي. العاشر جميله يا جماعه جدا جدا جدا.